السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم سيد إفريقيا. كل سنة وانتم طيبين. بنتمنى طبعا دعمكم عشان القناة تنتشر وتتعرف. عندنا النهاردة يا جماعة 7 أو 8 مواضيع. طبعا يا جماعة الحق يتقال، أغلبية الأهلوية وغير الأهلوية لما بيكونوا متضايقين بيجيبوا قناة الزمالك. ما الجماعة الزملكاوية ما يزعلوش مننا يعني، بس دي حقيقة يعني. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الزملكاوية المحترمة، احنا بنتكلم على قناة وإعلام الجماعة الزملكاوية. ليه؟ لأن القناة والنادي النادي الأول ولا بلاش النادي الأول، يعني هي القناة المصدرة للضحك في مصر، والجماعة الإعلاميين اللي فيها طبعا بمفهوم فطوطة ومصطفى جويلي ودرديري والمواهب والدرر اللي احنا بنشوفها في القناة ديت. طبعا رجعت روائع والدرر قناة الزمالك من جديد بعد عودة مرتضى منصور. تعالوا نشوفوا بقى الأخ مصطفى. ده أول موضوع في حلقتنا النهاردة. نشوفوا الأخ مصطفى جويلي قال إيه في قناة الزمالك اللي مرتضى طرده قبل كده من المؤتمر الصحفي. اسمعوا التسجيل بتاعه أو هو قال إيه في قناة الزمالك. معلومه مش بقول لك استنتاج، لا معلومه. الراجل فيريرا لما امير كلمه على ابراهيم رضاي قال له انتوا تعرفوا تجيبوه، انتوا تعرفوا تجيبوا اللعيب دوت، قال كده بالنص والله، قال هتعرف تجيب اللعيب. ما انا مش مصدق ان انتوا هتجيبوا ابراهيم رضاي. جيب ابراهيم رضاي خلاص بقى، ابراهيم رضاي. طبعا يا أخي بالله عليك. فيريرا قال لأمير مرتضى انتوا هتعرفوا تجيبوا الراجل ده بجد بجد، هتعرفوا تجيبوا ابراهيم نضاي ده والله يا اولاد اللعيبه، بجد هتعرفوا تجيبوه. طبعا فقرة الساحر دايما بنشوفها في قناة الزمالك، فقرة الدين عقلة. ده لسه طبعا في بلاوي تانية يعني. طبعا يعني احنا مش هنسيبكم يا شوية معرضين كلكم وفطوطة وكل الجماعة بتوع السبوبة ده، مفيش حاجة هتتكلموا فيها وهنسيبكم يوميا. فيريرا اندهش ومستغرب ان هم هيجيبوا اللعيب ده. اسمع بقى بقية الدرر. نفس الخواجة ده المعرض، كلمة الخواجة ديت كلمة رئيس ناديه. اسمعوا بقى بيقول ايه بيقول ايه في موقف تاني يعني. حقيقه وغير صحيحه، ده ناس الزمالك بقدره يا جماعه. و6 مليون قطار على ناصر منسي اللي هو الهداف اللي جاب لك هاتريك في مباراه المريخ، ولما ياخد فرصته اكتر هيبقى احسن مهاجم موجود في مصر. فما الناس بعد مباراه المريخ اسمعوا اشاد الجميل يا كابتن، اشاد مصطفى شلبي اللي كان بيتهاجم وبيتشتم وناس طيب. طب مين يعني فهم الجغوف ده ان فريق المريخ ده مقياس لاي لاعب في مصر؟ طبعا هم قعدتهم يعني حاجه منتهى الاسفاف والتفاهه والنفاق، طبعا عشان السبوبه. يعني ناصر منسي ده اما كان فايق انتوا ما جبتوهوش من سنتين. اي كلام في اي هب. ده ما حطش جون في البنك الاهلي من سنه فاتت. مصطفى جويلو يا قناه الزمالك، انتوا ما بتزهقوش يعني؟ ما بتقرفوش من نفسكم؟ يعني حاجه بصراحه مستفزه يعني وطبعا احنا مش هنسيبكم كل يوم ودايما يعني هنعلق طبعا على كلامكم اللي بيضحك ده اللي بيضحكنا والجماعة الطراطير دول. في مواضيع تانية بقى هنتكلم فيها مهمة طبعا. سيبكم بقى من قناة الضحك في قناة الزمالك. طبعا تاني موضوع هنتكلم فيه اللي هو موقف أحمد عبادر. احمد عبادر طبعا عرفنا اتكلمنا في موضوع امبارح ان هو لما كولر شد ايده، لما كولر اخد ايده وراح للجماهير واحمد عبادر شد ايده وكولر استغرب. واتكلمنا وقلنا لو مانويل جوزيه او مدرب غير كولر والله انت ما هتلمس كوره في الاهلي. طبعا موقف احمد عبد القادر يعني النهارده في التدريبات اول حاجه باس على راس كولر وحضنه، ضرب على الحديد وهو ساخن يعني. وقال كلمه، قال زي ما الوحش والغلط صدر مني قدام الكل وعلى مرأى ومسمع الكل، لازم الحلو والاعتذار يبقى قدام الكل.
طبعا يجي حد يقول لي خلاص كده بس خلاص يعني مجلس إدارة الأهلي مش هيعاقب أحمد عبد القادر. طبعا لا، ما فيش الكلام ده يعني، في الأهلي ما فيش الكلام ده. الأهلي أعلن النهاردة في صفحاته الرسمية بعد اجتماع السيد عبد الحفيظ ومجلس الإدارة بعقوبة أحمد عبد القادر بحوالي مليون جنيه. طبعا الكلام ده يعني يعتبر بس دماغ كولر، وغرامة مليون جنيه. فعذرا أنت في حضرة الأهلي، عذرا أنت لاعب في النادي الأهلي، عذرا إنها مبادئ وشخصية النادي الأهلي. ده بس سيستم الأهلي فقط، لا يحدث في مصر إلا في الأهلي. آم، بنشوف مواقف كتير في أندية بدون ما نذكر أسامي، عادي يعني مواقف زي ديت بتعدي مرور الكرام أو بتنتهي بحب الراس وكده. تالت موضوع هنتكلم فيه اللي هو المدير الفني للزمالك، اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، اللي هو البلجيكي جانيك فيريرا. بيدخل مدرب كمان في الصورة، اسمه ايه بقى؟ اسمه هايكو لينيتش، ألماني. ده يمكن يكون فرصة يعني قدامه فرصة لتدريب الزمالك، فرصته أكتر، لأن المدرب ده كان مدرب لبايرن ليفركوزن الألماني. بس في عائق وحيد في انه يدرب او رافض، يعني في عائق وحيد ان هو يدرب الزمالك او الفرصه دي ما تتمش، ان هو رافض يستلم الفريق في منتصف الموسم. قال لك مش هينفع انا، او رافض ان هو يستلم فريق الزمالك او انه يدرب الزمالك في منتصف الموسم. رابع موضوع هنتكلم فيه هو عودة الفار. طبعا من اسبوع طلع قرار رئيس اتحاد الكوره لغى الفار، عشان في انديه بيقول ان في انديه ما دفعتش الفلوس او تكلفه الفار من 2020. كان في ماتش للاتحاد وغزل المحله وتم الغاء هدف للاتحاد السكندري، هدف صحيح 100%، ودي كانت اول غلطات ومصايب وضرر اللي حصل من الغاء الفار. طلع اكثر من اعلامي بدون ذكر اسامي يقول لك ولا انا شايف الماتشات بدون فار قمة المتعة وقمة الجمال، والماتش مش بيقف. انا عاوز اقول له يجغف، الماتش مش بيقف بس بيبقى فيه ظلم، يطربش، بيبقى فيه ظلم للناس والناس ما بتاخدش حقوقها. ف يعني ده بالنسبة لموضوع الفار وان الفار رجع خلاص يعني. خامس موضوع هنتكلم فيه، المذيع المعروف الأستاذ هاني حتحوت في برنامجه امبارح صرح بمفاجأة كبيرة. قال إن في لاعب دولي كبير في بيراميدز تم الكشف، أو بيقولوا إن في إيجابية في العينة بتاعته اللي هي عينة المنشطات. طبعا اللاعب ده يعني اللي هو طبعا شريف إكرامي. الكلام ده لو صح ومظبوط، اللاعب طبعا طلب مهلة أو لجنة استماع تسمع أقوال اللاعب هو شريف إكرامي. طبعا لو طلعت العينة دي فعلا إيجابية والكلام ده مؤكد، النتائج دي هتبقى مصيبة. طبعا بيراميدز هيواجه يعني مصيبة وكارثة، إنه أول حاجة 3 نقط من مباراة الجيش الملكي اللي هي اتاخد فيها العينة بتاع في الوقت ده في لشريف إكرامي هتتخصم منه، وممكن كده فيوتشر يصعد، كده ممكن فيوتشر كده يصعد. تمام. سادس موضوع هنتكلم فيه الأهلي بيتصدر التصنيف الإفريقي من خلال الكهف. طبعا في رسالة للزملكاوية اللي مش فاهمين، عشان برضو ما يكونش فيه تعصب ويكون فيه استفزاز. هنقوله رسالة للزملكاوية اللي مش فاهمين وبيكرروا كلام الإدارة وبيكرروا كلام اللي هو مش يعني ايه مش مظبوط يعني، خاصة طبعا الغندور وغيرهم. عشان اما تيجي كمان 10 ولا 15 سنة تلاقي الاهلي فارق وتقول لي احنا نادي القرن الحقيقي، تلاقي الاهلي فارق خالص وانتم في القزوزة وفي القاع. ما تقولش الكاف، لا يا بواب يا مدلس. الكاف اعلن لان دي نقط بتتاخد ومش عبط. الاهلي جه في المرتبة الاولى ب 68 نقطة، الوداد البيضاوي جه في المرتبة الثانية أو في يعني تاني بعد الأهلي ب 64 نقطة. الترجي التونسي في المركز الثالث 51،
وجي بعديه الرجاء 51، هم يعتبروا نفس النقط بس هو التالت والرابع. صن داونز الخامس 46. الزمالك اسمع يا مدلس، عشان بعد كده ما تبقاش وانت بتناقش موضوع نادي القرن الحقيقي واليوفط اللي انتوا كنتوا عاملينها والهيصه اللي انتوا كنتوا عاملينها. الزمالك 39 نقطة في المركز السادس، فرق بين الاهلي والزمالك 29 نقطة. انت متخيل؟ طبعا للي ما يعرفش 29 نقطة دي يعني كتيرة جدا جدا جدا. فده في تصنيف الكاف. فبعد فترة انت ما تجيش تدلس وتيجي تكذب كذبة وتصدق نفسك وتصدق اللي بيقولوا لك عليه. سابع موضوع هنتكلم فيه، كان موسيماني جه في سنة تقريبا السنة اللي فاتت لو ما خانتنيش الذاكرة، قال مرة قبل كده ان الاهلي لما بيطلع وصيف في مجموعته فالفرق التانية المتصدرة اللي متصدرة المجموعات لا تريد مواجهة الاهلي او ما بتحبش تواجه الاهلي. فكابتن كابتن نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي اخطأ وقال ايه؟ انا افضل شبيبة القبائل الجزائري او الاهلي عشان تنزانيا اللي هو فريق سيمبا. طبعا سيمبا تاني مجموعة، عشان تنزانيا بيننا وبينها مسافات كبيرة خالص. فخرج اعلامي اسمه مش عارف ايه كده الكنزي، قال له ايه؟ قال له انا ممكن امشي اقصى الارض وادناها وامشي الاف الكيلومترات ولا اني اواجه الاهلي. شوفوا يا جماعة اعلام تونس بيحترم النادي الاهلي ازاي، وعارف كويس ان الفريق ده مهما كان فيه لعيبة كانت جامدة وجيل جامد ايام ابو تريكة اعتزلت، وان حاليا في لعيبة مش على نفس المستوى، لكن بيعلم تماما وعارف كويس انه النادي الاهلي. قال ايه تاني الاعلامي ده المحترم؟ كل سنة يقول لك الاهلي خلاص، وفجأة تلاقيه يا اما في النهائي يا اما بياخد البطولة. طبعا ده بيبين لك برضو يعني مدى احترام الاعلام الخارجي اللي هو بره مصر النادي الاهلي وكيانه وسيرته. اخواني بنتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون عجبتكم، والسلام عليكم.